تيسمح للمواطن بأنه يلتمس أو يقدم ملتمس أو استعطاف جلالة الملك في موضوع ما كيفما كانت طبيعة هذا الموضوع، ومن هذه السبتة والهجرة نحو السبتة. طبعا هذا الملعب له ضوابطه، له قاموسه، له يعني تقاليده المرعية، وله أخلاقيته. ما تيمكنش تبقى تخاطب الملكية في الفيسبوك، ما تيمكنش تبدا تخاطب امير المؤمنين. السي عمر الشرقاوي، هذا راه الشعب ديال صاحب الجلاله كيناديه بشعبيه العزيز. اشوفوا الخطوره صاحبي الاخوان، وشوفوا الخطوره، وكانه بغى يصور الملك الذي هو واجب الاحترام والتوقير، والمغاربه كاملين كيوقروه وكيحترموه، بل اكثر من ذلك يحبونه. هما باغيين داك الحب يولي خوف. واللي يخاف شي واحد ما عمرو يبغيه. فهمتوا ولا فهمتوا؟ اللي يخاف من شي واحد ما عمرو يبغيه. شفت عندنا غير نظام مهترئ شمولي ديكتاتوري مجمك، لعبوا ديك اللعبه ديال عمي تبون حتى يكون اقرب من الشعب باش يحقق الوحده الوطنيه. عمي تبون على مستوى الحريات، على مستوى السياق، ما عندوش شي مقابل في الواقع. عمي تبون هي مجرد سلوغون. أتدري عما تكلم الدستور السي عمر الشرقاوي ولا ما تعرفش؟ تكلم على الملك المواطن. فهمتي؟ علاش صاحب الجلالة حي القداسة؟ حتى يكون أقرب لشعبه من أي وقت مضى. واش كيبان لك صاحب الجلالة من كان يعني في الاول ديال الاخر ديال الحكم، يعني واش كان يبان لك كيفاش يخرج وكيفاش يتلح على الناس ويتلحوا عليه؟ حتى ولات واحد القاعده ديال ان المواطنين يقبضوا ورق ويحطوهم له في الجيب، تعيقوا كاع. كيفاش من يخرج للخارج يتلاقى مع الناس ويعنقهم ويسلم عليهم نورمال وكذا. كيفاش انه من كيمشي لشي بلاصه يدشنها ولا كذا شيبانيه كذا شيباني كذا هادي يعنقهم نورمال. تلقى بنادم عرقان في الزنقه جاي ما عرف كاع منين باغي يشوف الملك ديالو، الملك يدرعو نورمال. ما باغينش هاد الصوره تبقى صاحبي. واش راكم فيها هاد الصوره؟ ما باغينهاش تبقى. باغيين الشعب يخاف من الملك ماشي يحب الملك. ما تقدروش نتوما تضربوا ما نعرف 4 قرون ديال، ما تقدروش. الشعب يخاطب الملك ويستنجد بالملك ويطلب الملك، بل ومنهم من يعاتب الملك والملك يسمع لعتابهم. عمر الشرقاوي أخرطو، لأن العلاقة بين الشعب والملك ماشي واحد بحالك لوغ دو غلوار ديالو، ساعة النصر ديالو أنه يدي دريهمات من ما قال كتبو ولا من شوية ديال الكلام قالو. انت لوغ دو غلوار ديالك هي هادي. أبا عمر الشرقاوي أخرطو، هذاك الذي يعاتب الملك يحبه الملك ويستمع إليه الملك لأنه ملكه تو سامبلومون. علاش باغيين تصوروا الصورة ديال الملك على أنه شخص مثل ماشي كما كاع الأشخاص؟ علاش باغيين تصوروا بأن صاحب الجلالة راه بعيد كل البعد على الهموم ديال الشعب؟
علاش باغيين تصوروا بان هذا الملك نصره الله وايده راه عايش؟ هذه هي الفكره اللي خدام عليها النظام الجزائري، وهذه هي الفكره اللي خدام عليها النظام الفرنسي. نهار اللي صاحب الجلاله الله ينصرو الله يشافيه ويعافيه خداو له ديك اللقطه ديال انه كان مريض برجلو وتزلق في واحد التروطوار، داك الفيديو ديال 30 سكوند. واش هي البروباغندا اللي كانت خدامه عليها فرنسا والجزائر داك النهار؟ واش هذا هو امير المؤمنين؟ علاش؟ باش يضربوا في العلاقه بين الشعب وبين الملك، وهذا الشيء اللي خدامين عليه نتوما، ولكن بطريقه اخرى. نقولها لك بالطاي طاي يا عمر الشرقه، بالطاي طاي بالطاي طاي بالديريكت. هادشي اللي خدامين عليه نتوما. اسمح لي، راكو بعاد على الواقع، بعاد بزاف. وإلا كان شي واحد ولد الشعب حقيقة، ولد الشعب حقيقة كيعبر على هاد المعاني في الأحزاب السياسية، راه هو بن كيران. ماشي لا باناليزاسيون، لا، كيطبق الدستور. ديك القداسة اللي كانت في الدستور اللي قبل ينزلها للمواطن. الملك المواطن، الملكية المواطنة. ينزلها تطبيقا. علاش؟ لان كان رئيس حكومه، لان امين عام ديال الحزب، لان عنده مسؤوليه اللي انت ما تقدرش تفهمها، لان ما خدامش للوطن. انت عمر الشرقاوي ما خدامش للوطن، خدام لجيبك صاحبي. المغاربه فهموا فهموا فهموا. بون، في الصفحه ديالك هادشي ممكن، ولكن بالادبيات ديالو والقواعد ديالو. حنا ما تنقولوش بانه هادشي خصك تضفي او لا راك تضفي واحد القداسه على الملكيه. مؤسسات المؤسسات وهي يعني مكفوله ولا محاطه بالتوقير والاحترام. ولا بغيتي تقدم لها شي ملتمس من حقك، من ملتمس في المجال حق الإمارة المؤمنين وفي الشرعية السلطانية من حقك، لكن بالأدبيات ديال هذا الحق. في الأدبيات الدستورية وفي القواعد الدستورية عندك آليات. كنتي تقول لبوانو سير عاود دير شي ضجة على تشكيل لجنة تقصي. ويلي ويلي، شكون اللي راه يخطب في المغاربه؟ ويلي شكون اللي راه يشكل الوعي ديال المغاربه؟ دعيناك الله يا ايتها الحكومه اللي كفستي لنا المجال ديال الاعلام. دعيناك الله اللي خليتي هاد الضفادع الزرقاء تشكل. دابا هادو هما الاداب، انه يمشي عند بوانو ويقول لبوانو بدي دير شي ضجه على لجنه تقصي الحقائق في الملف ديال الفرقشيه. ماشي مستوى رديء، مستوى منحط لواحد الدرجه لا تتخيل. هذا انا نعطي له منبر يهضر مع الناس، اقسم بربي الكعبه ما نعطيه له. هذا خصو يعاود يقرا من دابا وجديد، بعدا غير يفهم السيكولوجيا ديال المغاربه وكيفاش العلاقه ديالهم مع الملك ديالهم وكذا. سي بيان دوماج. غادي نختموا بهذا الاخر ديال السي بن كيران، لان ضروري نكمل على هذه النقطه، هذه مهمه. أجهزة الداخلية إلى آخره. كيف وقع وكان أن وقع هذا في نفس اليوم؟ لأن هذا زعما، وحنايا ملي كنرفعو شي حاجة لجلالة الملك كنحترمو المقام. ما إلى حد الآن ما كاينش جواب، حنا كنتسناو. ولكن كاينة واحدة أخرى
اللي كتأسف حتى هي منين. هنا اللي بغى يسجل هذا المقطع يسجل هذا المقطع. غادي نقول لك الفحوى ديال الكلام ديال بن كيران بعد السي عمر الشرقاوي، وعلى مستوى ادنى سيزار الى ان يجد مقاما في اسبريس ولا في احدى القنوات الاماراتيه. غادي نفهمكم، غير صبر حسن، غادي نفهمكم نعلمكم كي ديروا التحليل باش تفهموا، باش تستوعبوا. دابا الحزب ديال بن كيران خرج بواحد البلاغ كيقول اودي راه حنا درنا طلب باش انه تشكل واحد اللجنه ديال التحقيق تحت اشراف ملكي باش نعرفوا الحيثيات ديال هذا الشيء اللي عبر عليه من بعد في انه دبر بليل، واش من جهات داخليه ولا من جهات خارجيه. هذا البلاغ بحال داك الشكل اللي شفتوه منين خرج الحزب ديال العداله والتنميه كيتكلم على بوريطه والمساله ديال التطبيع. فاش الرد من الديوان الملكي كيفاش كان ان الرد من الديوان الملكي تكلم على المزايدات السياسيه وقال ودي الحزب العداله السي بن كيران ولا ردا على العداله والتنميه اودي راه القضيه الفلسطينيه مثلها مثل القضيه الوطنيه ما فيهاش مزايدات. وتما كانت الفرصه سانحه ديال ان حتى اللي كان عنده شك في ان المغرب هضم كليا او التهم كليا من طرف الكيان الصهيوني مثل ما فعل مع الامارات، تما عرف بانه كذا. وبعدها مباشره، ماشي بعدها مباشره، يعني زاد العدد ديال المغاربه الذين عبروا على الدعم ديالهم لا مشروط للقضيه الفلسطينيه كونها مثلها مثل القضيه الوطنيه. هذه لك ان تفهمها كيف تشاء، ان انتم ما هذه فهمها كي بغيت، وصفتوا العداله والتنميه وبن كيران انذاك انه تطاول على وزير الخارجيه وبالتالي تطاول على جلاله الملك وبان كذا. خرج البلاغ ديال الديوان الملكي يقول بان السياسه الخارجيه يعني كما نقولوا مرتبطه بشكل مباشر بصاحب الجلاله، وصاحب الجلاله هو الضامن للتشبث بالقضيه الفلسطينيه مثل ما يتشبث بالقضيه الوطنيه، وهو اول المدافعين عنها. دابا فهم هذا كي بغيت. دابا جا البلاغ ديال الحزب. البلاغ ديال الحزب راه واضح برمي وشت. جا بن كيران من بعد قال لك اودي هادي انت في نظرك عندما يقول بن كيران اودي راه حنا وجهنا واحد الطلب لصاحب الجلاله اللي غادي يترجموا لك البلاغ، بمعنى انه راه الحزب ديال العداله والتنميه مشى فيما هو قانوني واراد على انه تشكل واحد اللجنه ديال التحقيق تحت اشراف ملكي، ماشي في البرلمان، لا تحت اشراف ملكي ماشي في البرلمان. عاوده هذه فهمها انت كي بغيت، راه غادي يشرحها بن كيران في التالي بواحد الطريقه في شكل، عاوده فهمها انت يا هذه في شكل. بمعنى هذه اللجنه اللي خصها تحقق ما خصهاش تكون من الاحزاب ديال الاغلبيه، ما خصش هاد اللجنه هذه تحط في البرلمان لان الامر جلل. هنا كيعبر لك على انهم يتشبثون بشكل بالمؤسسه الملكيه ومدركوا الاجندات اللي كتخدم. غادي يجي بن كيران ويقولها لك على الملأ في لايف، كيقول لك راه حنا طلبنا من صاحب الجلاله على انه تشكل كذا ورحنا نستناو الرد. واش هنا الخطاب موجه لصاحب الجلاله؟ خطاب ماشي موجه لصاحب الجلاله في هذا اللايف. هذا اللي كان موجه لصاحب الجلاله هو البلاغ.
الخطاب موجه لهادوك واش داخلي ولا خارجي، واغلب الظن انه داخلي، وغادي يشرحها بطريقه من الطرق. بحال النهار اللي قال اودي شكون هو المخزن، وراه المخزن بداتو ما عرفش شكون هو المخزن. راه البصري كان يقول بالله هو المخزن حتى لقى راسو مبلعين عليه. اذا شكون هو المخزن؟ هكذا صارت البراميكا كيقولوا هما الدوله العباسيه. منين لقاو راسهم مبلعين عليهم عرفوا بالله ماشي هما الدوله العباسيه، بان مولشي هو هارون الرشيد. واش فهمت؟ هاد الكلام ماشي موجه الله، ماشي موجه لصاحب الجلاله تقول ودي تخاطبهم فيسبوك كذا كذا. هذا واعر في السياسه، هذا يتلم الحكومه كامله، هذيك الاغلبيه تلم كامله بكل السياسيين ديالهم، ما يجيوش طلع عشور في النباهه ديالو وفي الذكاء ديالو السياسي. هذا الكلام موجه بشكل مباشر لمن يهمه الامر، لمن ذكرهم، داخلي خارجي دبر، ليقول على ان حزب العداله والتنميه كحزب منه رجالات ديال الدوله راه مدرك لما يحاك في الخفاء، وان صاحب الجلاله نفسه مدرك لما يحاك من طرف هؤلاء. وهذه مسألة طبيعية، هذه راه دولة، هذاك راه مالك، هذيك راه السلطة، القوة هو الملك، القوة في المغرب هو الملك. باش يوجه لهم واحد الرسالة يقول لهم ودي ها المشهد كيفاش داير. وهذا الشيء اللي خلى السي عمر الشرقاوي يخرج ويبقى يرجف. دونك حنا نتسائلوا، وبدينا بالقضية ديال شامة درشول، وبدينا بالربط اللي درنا. هاد الناس الا كانوا من الداخل واش عندهم علاقه بالخارج؟ والا كان عندهم علاقه بالخارج شكون هما هاد الخارج؟ والاجندات اليوم اللي كذا راه جوج ديال الدول. انا بالنسبه لي هذا رايي بناء على الملاحظه وكذا، هي اللي راها خدامه واحد الاجندات في اطار يعني يزيرك باش ياخذ منك صافي. وغادي نعطيك دابا الدليل على الكلام ديالي، هو هذا. منين جا هذا الاستهداف؟ غادي يهضر على التعليم، وغادي يهضر على الصحة، وغادي يهضر على الفرقشية، وغادي يهضر على كذا، ثم سيقول هذا الكلام. هذا الكلام ليس موجها لصاحب الجلالة، راح طلبنا من صاحب الجلالة بالوقار الذي، وهذا الكلام موجه ليكم انتوما السي عمر الشرقاوي. بحال القضية ديال الحمار، القضية ديال الحمار عندكم صحابكم بن كيران راه غيجيبها في مطلق. شفت الغربال هو بن كيران في السياسة بن كيران كيدير الغربال. هذيك الكلمة ديال الحمار ولا المهم تصريحات اخرى، المهم بلا ما ندخل لهذا الامر نمشي لكم مباشره لان طولت وجعت. زاد لو بغينا نقولوا اسمع اخي بلا ما نتكلم على العجز عن التواصل مع الناس ويشرح لهم ويوضح لهم فهمت ولا باي لغه شاء، فهمتينا لا. ومع ذلك زعما باقي عنده السنطيحه باش يجي يبدا يفهم علينا. عنده سنطيحه. هذه الحكومة مسؤولة وعلى رأسها هذا الحزب الذي يشبهه الحزب الآخر بطبيعة الحال. هذو دابا ولاو حزب مشهور بالافتراس والآخر مشهور بالتحكم. هو اللي خيرنا في ضرار اللي كيقولوا المغاربة. حزب مشهور بالافتراس، تضارب المصالح، الفرقشية، الأدوية، المشاريع كذا، وحزب معروف بالتحكم، الافتراس والتحكم.
وربطوها كيفاش أن وزارة الداخلية هي اللي غادي تسير الانتخابات بشكل لم يسبق لنا أن عاهدناه من قبل. ربما نقدر نكون غلط لأن التاريخ السياسي الحديث أنا ما ضبطوش مزيان، نقدر نكون غلط. ودابا هذا هو الموضوع هو دبيرة والافتراس والتحكم، واش جهات خارجية ولا جهات داخلية، وربطوا جيل زاد سبتة الأولى كذا من مملكة. إلا كان عندكم قلبكم على بلادكم، إلا كنتو غير هزين البنديرة وطبلوا، ايوا طبلوا مع راسكم وهيتوا مع راسكم وبخير. المهم الحمد لله